معلول خضع لفحوصات طبية وتدرب بشكل منفرد خلال الأيام الماضية مع الصفاقسي واللاعب جاهز بدنيا. إمكانية استمرار أحمد عبد القادر حال عدم الموافقة على أي من عروض المقدمة إليه. مناقشة عرضين من زد وسيراميكا كليوباترا للتعاقد مع رضا سليم وإقناعه بأحدهم مع انتظار عرض آخر من وكيل أعمال اللاعب غدا من الدوري الإماراتي. الأهلي يجتمع مع ريبيرو اليوم لاتخاذ قرار بتدعيم خط الوسط وطرح أسماء للتعاقد معه. جدول مباريات الأهلي في الدوري كامل. قرعة كأس الرابطة الأهلي في المجموعة الأولى مع سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش وإنبي والمحلة والمقاولون العرب. الفيفا يحدد موعد مباراتي منتخب مصر في الجولة السابعة والثامنة خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. الجولة السابعة مع اثيوبيا يوم 5 سبتمبر والجولة الثامنة مع بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر. وحسام حسن قرر انطلاق المعسكر يوم 1 سبتمبر بعد موافقة الأهلي. بلال عطية يصل لألمانيا لقضاء فترة معايشة مع نادي شتوتغارت الألماني. خوض ريبيرو مباراتين وديتين قبل بداية الدوري بناء على رغبة ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي. مباراة يوم الثلاثاء مع إنبي والثانية بداية الأسبوع المقبل. كوكا يخضع للكشف الطبي مع الاتفاق السعودي بعد رفض الاهلي وريبيرو التعاقد مع اللاعب. امام عاشور يحتاج الى اسبوعين او 3 اسابيع فقط للبدء في المشاركه بالتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. سيبدا مروان عطيه برنامجه التاهيلي بعد ان جرى جراحه الفتاء مؤخرا. كريم فؤاد يعاني من كدمه خفيفه بينما تعرض ديانج لكدمه تسببت في جرح نتج عن غرزتين في الراس او جاهزين للمشاركه في التدريبات. الاطول في الموسم الجديد المنتخب يتسبب في وقف الدوري 54 يوما بسبب مشاركه المنتخب الوطني في كاس العرب وكاس افريقيا على الترتيب. قرعة الدور الثاني في الدوري قبل 10 ايام من انطلاقها. منح ريبيرو المدير الفني للنادي الاهلي الموافقة على رحيل كوكا بعد العرض الذي تلقاه من نادي قاسم باشا التركي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. مباريات الاهلي في كاس الرابطة اللي هو كاس عاصمة مصر. الجولة الاولى الاهلي وانبي على استاد القاهرة الدولي والجولة الثانية سيراميكا كليوباترا والاهلي على استاد السلام. الجولة الثالثة غزل المحلة والاهلي على استاد غزل المحلة. والجولة الرابعة الاهلي والمقاولون العرب على استاد القاهرة الدولي. الجولة الخامسة راحة. والجولة السادسة فاركو والاهلي على استاد برج العرب. والجولة السابعة الاهلي وطلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي. الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للموسم الجديد واستعدادا لمباراة إنبي غدا الثلاثاء الودية. لو وصلت للآخر ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا خير لمسلم يتجاهل الصلاة على الحبيب المصطفى. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.